السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ مزيانة. اليوم رجعت معكم واحد الحليوة اللي هي المحنشة ديال اللوز. نشارك معكم. المهم انا اللوز سبق لي وسلقته نقيته، بيتو ليله كامله حتى نشف مزيان. طحنته. عندي كيلو ديال اللوز زيت عليه 400 غرام ديال السكر. من بعد طحنته الطحنه الاولى بوحدو، رجعت طحنته هو السكر ترجع على هذا الشكل. عجينه رطبه. زيت عليه راس معلقه المسكه حره، ونص معلقه ديال القرفه، ومعلقه ديال الكليكوز، ومعلقه ونص ديال الزبده، وعجنته بالمزهر. دلكته مزيان حتى رجع بهاد القوام هكا مدلوك مزيان باش ما يعذبكمش في الخدمه. هانتوما كما كتشوفوا معايا انا رجع لي رطاب زوين مدلوك. ها واخا كندير له الشكل اللي شكلته ما كيتهرس. صافي دابا غنبقى نشكل الكويرات ديالي وغنعبرهم. انا غندير كل كويره فيها 15 غرام، وانتم على حسب الحجم اللي بغيتو يجيكم في المحنشه. المهم خصهم يكونوا قطيبات رقاقين بزاف بحال شي ستيلو كما كتشوفوا معايا. غنشكلهم كاملين وغنديرهم في شي بواطه. انا درتهم بحال هذا الشكل وغندير لهم وغنغطيهم ببلاستيكه حتى نكمل الكميه ديالي كامله. كنستعين بالميزان باش يجيونا كويرات قد بعضياتهم. خدمه كتسهل بحال هكا، ونيت الورقه باش ما كتيبش معاكم وتبقى تهرس لكم. دابا جبت الورقه ديالي، ها هي الورقه ضروري تكون طريه. غنحتاج لها الزيت باش ندهنها، وهنا خلطت شويه ديال الطحين بالماء باش نلصق بهم. نجيب الورقه ديالي وغنقطعها على 4. صافي قسمتها على 2. غنرجع نقسمها هكا هاد الشكل على 4. صافي كنفرق الوريقات ديالي بهذا الشكل ونرجعهم من الميكا ضروري باش ما تنشفش معايا. كنخلي شويه اللي غنخدم بهم، والكميه الاخرى كنرجعها في وسط بلاستيكه باش ما تنشفش. يعني نجيبها وعندهنا غير بالزيت. صافي دهينه خفيفه عندهنا من 2 جهات. صافي وغنجيب ديك القطيبات اللي عدلت غنزيد نرقهم على حساب الطوله ديال الورقه. صافي وعلوي هكا كنحربل هاد الحربلات، كنلويهم مزيان. كنزير في نفس الوقت، ما كنزيرش بزاف باش ما تطرطقليش الورقه. انا كنحاول نقص شويه من هاد الورقه من الراس ديالها، ما كتعجبنيش الورقه بزاف. صافي كندير شويه ديال الطحين والماء كنلصق بيهم. صافي وكنبقى هكا نبرك عليها بسطه شويه بحال هاد الشكل هذا. صافي كنقادها كامله. هذا الرويس هذا كنقطعوه وكنبقى نلوي المحنشه ديالي. صافي دابا الورقه طريه، ما نتوما كتشوفوا ما كتطرطق ما حتى شي حاجه. طريقه سهله. وهذا الراس هذا هو اللي كنلصق به. كندير عاوتاني شويه ديال الطحين والماء وكنلصق بهذه الطريقه. ها هي المحنشه ديالي سهله ما كتعذب ما والو، ولكن ضروري ديروها الطريقه اللي درت انا. تعدلت اللوز ديالي وصافي وشكلته عدلته بديك الطريقه، عملت له ديك البلاستيكه وعاد مشيت جبت الورقه طريه ما كيتهرسوا ما حتى شي حاجه.
ولكن الا خدمته بالورقه شويه قديمه الصراحه كيعذبوا بزاف وكيتهرسوا وكيجيو غلاضين ما كيجيوش زوينين. ولكن الا تبعتوا هذه الطريقه ما يعذبوكمش مره، طريقه سهله. والورقه بالاحسن تكون شي واحد كتثقوا فيه، تكون ورقه. هذا السيد هذا الصراحه عنده الورقه رقيقه، الورقه زوينه ديما كنخدم بها. صافي كنشكلو بهذا الشكل هذا. صافي عاوتاني كنلصقوها بطريقه واضحه. صافي صافي وكنحطو كنبقاو مكملين. انا عمرت الطاوه ديالي، دابا غنجيب واحد الابره وغنثقبو من تقيبات بحال اللي كنثقبو الكعب بديك الطريقه، وغندخلو من الفران العافيه مهيله. غنشعلو من تحت ونحمرو من فوق عفوا المقطع ديال التعسل ما عرفتوش فين تحدف لي. المهم انا من بعد ما عسلتهم عسل ثقيله، تكون ضروري ثقيله، وكتغطسوهم في العسل وتخليوهم. المهم تخليهم واحد 2 سوايع ولا 3، ولا الا كنتو في الليل تخليهم حتى الصباح وعاد جبدوهم من العسل. من بعد جبدتهم زينتهم بهذه الطريقه هذه، درت لهم هذا اللوز كونكاسي وهذا الوريضه وهذا الشكل هذا، وكنتمنى يعجبوكم. وشكرا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.